السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارحبوا جيش السكرايب والاساطير، اقوى جيش في العالم. اليوم يا جماعة الخير مقطعنا راح يكون الفرق بين البرجر الغالي ضد البرجر الرخيص. راح نطلب برجرين يا جماعة وراح نشوف وش الفرق بينهم. هل البرجر الرخيص يقدر يغنيني عن البرجر الغالي ولا لا؟ طبعا يا جماعة باختصار التقييم ما راح يكون عن البرجر نفسه او الطعم بس، يعني اغلبكم يتوقع زي كذا انه يكون التقييم عن الطعم نفسه. لا، اول شيء اللي هو الطعم، هذا شيء على جنب. سرعة التوصيل، التغليف اذا جاني برجر بشكل فخم ومغلف، وايضا راح يكون السعر هذا مهم ترى يا جماعة. اكيد يا جماعة الواحد لازم يدور السعر اللي يناسبه مع الجودة اللي تناسبه. اليوم باختصار راح تكون حرب بين الفقير والغني، نشوف من اللي راح يفوز. طبعا يا جماعة المقطع ابدا مو اعلان ولا في اي شيء من الاعلانات خاصة، يعني مطعم اخترت مطعم كافيتيريا يعني خاصة، وجبت مطعم راح تستغربون منه، ما راح اقول لكم اياه عشان تشوفون معاي بسوي حركة كذا وتنصدمون يعني. فما في اي اعلان يا جماعة، يعني اللي بيعلن عادي ترى الباب مفتوح يعني للاعلانات. ما حد يبي يعلن جربوني عادي ترى انفع. فبس خلونا نسوي لكم حركة زي ما انتم شايفين. ايش رايكم بالحركات؟ بس اضبطكم بالحركات. حط لايك الله يسعدك يا شيخ. شوف في لايك هنا. ثواني، لا ما يبين لازم اوريكم اياه عادي. اوكي البطارية خلصت. ما له اهم شيء انكم شفتوا لايك واشتراك يا جماعة. زي ما انتم شايفين هذه البرجرات. طبعا اول شيء استغربت يا جماعة مستر بيست، توقعت عقد مع مستر بيست قال لي خذ البرجر هذا وصوره يا يافع، يعني انا الوحيد فقط في اليوتيوب اللي سوى هذا، جاب مستر بيست. فيعني يا جماعة مستر بيست افضل يوتيوبر حاليا في العالم، ما شاء الله 240 مليون مشترك زي ما شايفين، ما شاء الله 240 مليون مشترك، يعني ان شاء الله نطمح نوصل له. والله صعبة 240 مليون، والله صعب. يا جماعة انا استغربت يا جماعة، مستر بيست كتب لي رسالة. دقيقة خليني اوريكم. كتب لي رسالة، شوفوا ايش كتب لي. قاعد يكلمني ترى، خلني اقرا وش مكتوب. دقيقة. طبعا يا جماعة مستر بيست كتب لي يقول لي ما شاء الله يا يافع استمر، محتواك جدا اسطوري، واتوقع انك راح تشقني في عدد المشتركين، وانا يعني اهدد بالخطر من سبتك، واستمر يا اسطورة وان شاء الله توصل 200,000. الله يسعدك يا مستر بيست، يعني طبيعي اني ان شاء الله راح اهزمك، يعني كل الناس يخافون اني اهزمهم في عدد الاشتراكات يعني، فنقول لك ان شاء الله معوض يا مستر بيست مقدما يعني. طبعا يا جماعة انا طلبت هنا برجر وبطاطس وهنا برجر بطاطس، نفس الشيء باختصار. لكن يا جماعة تعرفون في الكافيتيريا يمديك تعدل في البرجر حقك، فانا عدلت بالنسبة والتناسب عشان ايش يصير مثل هذا، نفس الاشياء عرفتوا. هذا سبايسي حطيت هذا سبايسي، كل شيء نفس الشيء، بس اللهم تعرفون المطعم يختلف، ممكن الطعم بعد ما تدرون. مستر بيس معليش يعني عندك 250 مليون مشترك، ما ادري 240 مليون مشترك ما ندري، لكن التقييم راح يصير فيه جلد، ما راح ارحم ابدا. فنفتح يا جماعه. طبعا اول شيء عجبني هذا اسطوري الصراحه. شوفوا التغليف، شوف كيف فخم الكيس، حاطين لك كيسه شعار لوجو رهيب. عندك هنا في البرجر الرخيص يعني شيء بسيط، يعني زي ما شايفين كيف سووا شيء انهم حطوا شعار هنا على الاقل، لكن هذا يفوز يحسب له نقطه. نشوف بعدين ممكن يحسب لك نقاط في اشياء ثانيه. نجي يا جماعه لين خلنا افتح هذا. دقيقه هنا يفتحونه، حاط لك ستيكر على شكل برجر. اوكي انا شقيت الستيكر، ايوه زي كذا. مستر بيست نحط لك اعلان، يلا ها اعلان. يلا استانس. فخلني افتح. دقيقة هذا ما ينفتح ليش يا اخي؟ يا جماعة والله طلع مستر بيست يصعبها عشان افتح اللزقة، عشان افتح البرجر. انا اقول نخصم النقطة يا جماعة شكلنا. يا ليل كلها لزقات، ايش هذا؟ يا جماعة شوفوا زي ما انتم شايفين هذا برجر مستر بيست وهذا برجر الكافيتيريا العادي. فمن الشكل صراحة افضل برجر مستر بيست كشكل، لان يا جماعة شكله تحسون زي ما تقولون بسيط جدا، هذا فيه اشياء واجد، فافضل هذا. فزي ما قلت لكم نقطة الى الان موجودة، ما راح نخصمها لين الحين. نقطة موجودة عند برجر مستر بيست كشكل، وهنا ما عنده ولا نقطة. خلاص صارت النتيجة 1-0 يا جماعة، نتيجة 1-0 حاليا. نجي عند البطاطس، خلونا نجيب معاكم البطاطس او الفرايز زي ما يسمونها. زي ما شايفين
يا جماعه الالوان يا اخي ذكرني بسبونج بوب، ليش؟ الوان كذا اصفر ازرق احمر، ذكرني بسبونج بوب، غريبه. نجيب برجر اشتخ برجر، نجيب بطاطس كافيتيريا العادي. طبعا يا جماعه الشيء اللي انا ممكن اعطيه نقطه لعيونهم يستاهلون الكافيتيريا يا جماعه. شوفوا كم اعطاني صوص، شوفوا اعطوني 2 مايونيز واثنين كاتشب. شوفوا بدون ما اقول لهم يا جماعه، ما قلت لهم ولا شيء، هم اللي اعتوا الطلب. انا قلت لهم برجر وهذا والبطاط بس. اما برجر مستر بيست اعطوني كاتشب واحد بس. ليش يا اخي يا مستر بيست يا اخي؟ ما عندك تزود واحد يا اخي، حتى ولو ان الوضع صعب والايام هذه ايش يعني؟ ليش جايب واحد باختصار؟ واحد صراحه عشان بس الصوصات يا جماعه. والله يا جماعه هذا ترى من اهم شيء عشان يخليك تستمتع بالطعم. كشكل يا جماعه فاز مستر بيست. اما برجر اللي هو الكافيتيريا اعطيته واحد لعيون الكرم حقه. والله يا جماعه في كرم يا اخي. ها شوف كم كاتشب اعطاني، وهذا اعطاني واحد. مع نفسك والله تعطيني واحد مع نفسك. فبس واحد النتيجة حاليا. انا تقييم منصف يا جماعة، معليش يعني لا حد يجي في التعليقات يقول انت ما تعرف تقيم، ليش ايش التقييم هذا غير منصف، ما ادري ايش تقييم منصف، مالي دخل. فيا جماعة الحين خلينا نفتح ونوريكم الشكل. اول شيء بطاطا يا جماعة، نفتح هنا البطاطا. ثواني، تعرفون فلسفة يحب يتفلسف مستر بيست، لازم يطولها يا اخي، خلاص خلها قصيرة وناكل ونشبع وامور طيبة. شوي انت تمون انت وجهك. لا خلاص سوي مقطع، يلا انا بطلع، يلا مع السلامة. سوي مقطع خلاص، سوي مقطع، يلا قول لهم السلام عليكم جيش السكرات والاساطير. لا خليتيها خلاص خليتيها. شوف الشكل يا جماعة نفس الشيء بالضبط. فيا جماعة راح اكل هذا البطاط وراح اكل هنا، ما راح اكل كل شيء يا جماعة واعطيكم التقييم النهائي، وهنا راح اكل كل شيء واعطيكم التقييم النهائي، لاني طبعا راح انسى الطعم حق البرجر وراح انسى، فراح اظلم. فراح اكل هنا لقمة وهنا لقمة ونعطيكم التقييم على طول حق البطاط. بس هذا حق الرخيص اللي هو الكافيتيريا. بسم الله. اكلت لقمة ما راح اعطيكم التقييم، الطعم في مخي الحين. بسم الله. الحين حق مستر بيست، لازم يعني لازم نكمل يا جماعه عشان التقييم حلو. وات والله جاني ايرور يا جماعه، جاني ايرور. نفس الطعم متشابهين، متخيلين يا جماعه؟ مع انه يا جماعه فرق السعر تقريبا 6 اضعاف، الوجبه كامله فرقها 6 اضعاف بين هذه وهذيك، تخيلوا. والطعم نفس ما هو. ولا يا جماعه بعد احس بالعكس، هذا مو بلين، هذا لين. فما علينا، نسحب على البطاطس الحين. انا بروح عند الشيء المهم اللي هو البرجر، هو اللي يحسم النتيجه. فتعادل، فحاليا النتيجه تعادل للحين 1-1، كل شيء متعادل. ونروح عند البرجر وناكل من هنا وناكل من هنا زي ما قلت لكم، يعني راح ننوع بالاكل. خلينا نفتح يا جماعه معاكم، متحمس للشكل بعد، شكل البرجر راح نزود من نتيجه الشكل. اوه يا جماعه زي ما شايفين، شوفون برجر مستر بيست. والله يا مستر بيست حركات، ها ما شاء الله يا جماعه. شوفوا مستر بيست، ولا بعد جماعه شوفوا يقمر الخبزه، شوفوا من داخل، ومايونيز وخس، حط لك او زي ما يسمونها مخلل. فهذا شكل البرجر زي ما شايفين. وهذا يا جماعه البرجر رخيص، في خسه هنا ما ادري ايش جايبها. وهذا البرجر يا جماعه مقمره من فوق مو من داخل زي كذا، هذا من داخل هذا من برا زي ما شايفين، وفيها سمسم. هذا البرجر من داخل خس وكاتشب. هذا البرجر حاط لك جبن بعد، وبرجر عادي مو بستريبس يا جماعه. يا جماعه الحين راح نبدا بالبراجر. طبعا راح اكل البرجر واحط الصوص حقه، كل واحد راح يحط صوصه. نحط صوصه هذا هنا، هذول صوصاته زي كذا. بسم الله. ايش نبدا؟ بقرا عدي 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هذا البرجر. فالحين يا جماعه بنبدا زي ما قلنا لكم وشفنا، طلع لي هذا البرجر حق المطعم الغالي مستر بيست. والله يا جماعه الشكل صراحه يشهي، عكس هذا الشكل ما يشهي، يعني شكل عادي، مو منه ما يشهي لكن هذا شكل افضل. فلا تحكموا على الكتاب من غلافه، يعني ما ندري. ترى حتى بقيم الكاتشب انا شاد ايش فيني. التجربه الاولى يا جماعه راح تكون بدون كاتشب، والتجربه الثانيه راح تكون بكاتشب. فراح اكل هنا لقمه وهنا لقمه. بسم الله. طبعا اكلت شوي من المخلل، عطى حموضه خفيفه، خلي على جنب. نجي عند هذا البرجر عشان ما انسى الطعم على طول. جربنا هنا وجربنا هنا، الحين مع الصوص حلو. الحين مع الكاتشب، حط كاتشب هذا
بسم الله. غرقه وتحط معاه من البطاطس حقهم زي كذا. حلو، يلا بسم الله اللقمة. جيد والله، والله ممتاز. نروح عند برجر كافيتيريا الحين يا جماعة. برجر فقير، شوفوا نحط عليه مايونيز ونحط من بطاطهم زي ما شايفين. احط واحدة بعد صغيرة. بسم الله. لقمة ثانية يا جماعة، عطها من هنا. يلا يلا ورانا تقييم يلا. فيا جماعة الحين جاء وقت التقييم النهائي، واللي هو راح يحدد هل انك تشتري الوجبة الرخيصة او الوجبة الغالية. فنجي يا جماعة، طبعا زي ما قلت لكم التقييم راح يشمل كل شيء، كجودة، ككرم، كتوصيل، كسرعة توصيل. هذا نسيت اقول لكم اياها، الحين راح نقيمكم اياها. فاول شيء عندنا يا جماعة اللي هو التغليف او الشكل، كلها واحد. فاللي فاز معانا يا جماعة البرجر الغني، اكيد فاز بالشكل، لان يا جماعة شفت شكله فخم ومرتب، حتى كان بسيط يا جماعة، وصراحة عجبني اكثر. فالحين نتيجة واحد للبرجر الغني. والحين يا جماعة نروح عند سرعة التوصيل. كسرعة التوصيل يا جماعة اللي فاز معانا البرجر الرخيص، لان يا جماعة تخيلوا طلبتها بعد برجر مستر بيست ب10 دقائق، تخيلوا، ومع ذلك وصلني. ففاز بالتقييم 1-1 حاليا. نروح عند اللي هو الكرم. الكرم اكيد الكرم كان للبرجر الفقير. اعطونا يا جماعه مايونيزين و2 كاتشب، فكرمهم واجد، والبطاطس بعد كان بعد كثير ما شاء الله. فالنتيجه مع 2-1 للبرجر الرخيص. يا ساتر والله، البرجر الرخيص هذا شكله بينتصر على برجر مستر بيست او البرجر الغني. ايش قاعد اقول انا؟ نروح يا جماعة الحين عند الطعم يا جماعة. اكيد اللي راح يفوز البرجر الغالي. لان يا جماعة الصراحة حسيت طعمه كان متناسق، وما كان فيه اشياء واجد، يعني طعم البرجر تحس فيه، عرفتوا. اما البرجر الرخيص كان الطعم متشتت جدا، في اشياء واجد فتشتت عن الطعم. حتى طعم الدجاج ما كان واضح بشكل حتى طعم الدجاج يا جماعة ما كان واضح، يعني حتى يا جماعة طعم الدجاج ما كان واضح بالشكل المطلوب. يس الحمد لله قلتها. فبس النتيجة حاليا 2-2 تعادل. نروح عند الشيء الحاسم، الشيء اللي راح يحسم الموضوع، مين اللي راح يفوز بالسعر. وطبعا اللي فاز البرجر الرخيص. سعر كان فرق 6 أضعاف يا جماعة، فرق 6 أضعاف، تخيلوا. نتيجة 3-2 للبرجر الرخيص، واللي فاز معانا البرجر الرخيص، واللي ارجح لكم اياه. فبس يا جماعه الى هنا وصلنا هذا المقطع. اتمنى المقطع عجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك، الله يسعدكم، والدعم الله يسعدكم. زي ما تدعموني راح ادعمكم، مو بالسياره طبعا، راح ادعمكم يعني بالمحتوى. يعني اذا تبون يا جماعه انزل شيء زي كذا اكتبوا لي في التعليقات، ترى اقرا تعليقاتكم. نبي التعليقات تولع افكار، ابي محتوى شهر قدام يكون موجود. فبس نشوفكم مقاطع اخرى، مع السلامه. لا دقيقه، مع السلامه. رمضان يا اخي مشكله، اتعب ذا التعب كله، ما حد يدعم لا لايك ولا اشتراك يا اخي. شو الكلام هذا؟ رمضان